أمتار بغزارة أثناء التدريبات الأخيرة لمنتخبنا الوطني الأولمبي، ولكن برغم ذلك قال هاني رمزي أنه قادر على تخطي كل الصعاب وإسعاد الأحباب والأنصار والعشاق لدى الكرة المصرية ولدى الجماهير الوطنية لمصر الحبيبة. كورن روكو، هدف أول يأتي، هدف أول من خلال ركنية على القائم القريب ملعوبة من المنتخب السيراليوني تخترق الحصون الدفاعية لدى المنتخب الوطني المصري وتعانق شباك الحارس محمد أبو جبل في هدف هو الأول. الركنية كما هي أمامنا في الإعادة ملعوبة على القائم القريب، خطأ من الدفاع وتمركز غير جيد من قلبي الدفاع، وعلى القائم القريب كان يتواجد إسلام رمضان ومن قبله اللاعب أحمد صبحي، ولكن الخداع يأتي. هدف عن طريق النيراني صديقة ناحية الوينج اليمين عشان يتعدل لجوه. صلاح قوية تترد، هوبا جول 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 يا مروان يا محسن. مروان محسن هدف التعادل بخطأ قاتل من الحارس كريستيان كالكو. صاروخ وقلت شوط وجرب ما عندكش مشكلة. صاحب القميص رقم 11 يأتي هنا في الجانب الأيمن، ولكن ترتد الكرة لمصلحة منتخب سيراليون اللي بيعتمد في الدقائق الأخيرة على الهجمات السريعة المرتدة. إبراهيم بانجورا، محاولة مرور إبراهيم بانجورا وركلة جزاء. سقوط داخل حدود منطقة الجزاء وركلة جزاء لمصلحة المنتخب السيراليوني. لم يتردد الحكم الكاميروني السيد ليان تاليوم، وهنا يقترب ويحتسب ركلة جزاء مرور من اللاعب محمد عبد الفتاح، ولكن الصورة كما هي تبدو أمامنا. تبقى الكلمة الأخيرة لك عزيزي المشاهد، والكلمة الأخيرة بالتأكيد ستكون للاستوديو التحليلي لدى فريق وأعضاء فريق الاستوديو التحليلي. أبو جبل ينظر إلى الكرة بنظرات ثاقبة، وبنجورة على بعد خطوتين من الكرة، والدقيقة 43 وقبل النهاية بدقيقتين، وهدف الثاني يأتي. الهدف الثاني يأتي لمصلحة المنتخب السيراليوني في الدقائق الأخيرة. في آخر دقيقتين ينجح المنتخب السيراليوني عن طريق اللاعب محمد بنجورة من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب سيراليون. على منتخب النيجر بهدف واحد مقابل لا شيء في الدقائق واللحظات الصعبة هنا في هذا الملعب. اليوم هو الآخر يضع بصمة ويصنع البسمة، يضع البصمة ويصنع البسمة على شفاه الجماهير الكبيرة التي هنا تحتشد بكل جنبات هذا الملعب.